بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المؤذن سمير بن خميس الكشتي، جامعة صمامدة، وظفت في المسجد 2009 مؤذن، ونعود الإمام الخمس إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بالنسبة لاستصلاح النجف، جابوا سيس الإمام بوعفيف لنا في المسجد عام 1991، لأنه سيس الإمام شد إمام جمعة في جامعة البحر، جامعة النور، وخذا مكان سيس صلاح النجف كإمام خمس في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشيخ صلاح الدين الأجنف، والد المرحوم حاج عبد القادر النجف. تعينت في هذا المسجد المكرم جامع الصغير من عام 1990. عندي بالطبيعة 34 سنة وأنا في هذا الجامع إمام خمس. وقد تعييني بعد ذلك كإمام جمعة إذا تخلف بالطبيعة إمام بالنيابة في كامل معتمدية قليلة. وإلى الآن مباشر العمل متاعي. كان هذا الجامع جامعة عنده قيمته في قليبية بالطبيعة كإنشاء. بالنسبة بخصوص تلاميذ جامعة زيتونة قبل أن يلتحقوا بالجامعة يقع تدريبهم هنا مع إخواننا اللي سبقونا في التعليم من جامعة زيتونة في مادة الفقه ومادة النحو والحساب. وهذا الجامع الصغير وقع تأسيسه 1131 هجري، الموافق 1710 ميلادي. ربما يكون أول جوامع في قليبة بالقدم، أو الجامع الكبير هو الأول وهذا الثاني حسب ما يقولون. لكن بالفكر إذا تأسس جامع كبير لا يتأسس جامع صغير بجانبه حسب الفكر. أنا وقع تأسيسه هذا أول جامع تأسس، ثم وقع تأسيس جامع آخر كبير هذا باعتبار الأشخاص والناس. والحمد لله كنا الجامع كان بتطوره وتحسينه من الحالة بالطبيعة كان في حالة سيئة بالطبيعة. بقي هذا الجامع مدة طويلة مغلق. الإمام اللي قام تعيينه توفي، وقع ترميمه وتحسينه. أن هذا المسجد كان ملك لأشخاص معينين بالطبيعة، لعائلة معينة وعائلة صمود، هم الذين يباشرون فيها في الترميم وفي تبييضه وفي تزيينه وفي كسوته، فهمت؟ وخلاص الإمام، فهمت؟ كان هم اللي يباشرون منها. ثم بعد الاستقلال الدولة بالطبيعة الحكومة أخذت على عاتقها أن تقوم هي بمباشرة أحكام بالطبيعة الجوامع في كامل الجمهورية كل، ومراقبتها وتعيين الأئمة فيها، سواء أئمة خمس أو أئمة الجمعة
والمنظفين أو المؤذنين إلى غير ذلك، حتى يكون الأمور كلها منظمة ما تكونش في أمان. وكذلك في كل يوم قراءة القرآن ما بين المغرب والعشاء، نقوم بقراءة القرآن بطبيعة كل شهر نختم ختمة. الآن ما بين عام 90 إلى الآن ما يقرب من 500 ختمة قمنا بها، حيث لم نتراخى على أي يوم، كل يوم نقرأ حزبين بطبيعة في كامل الشهر. قمنا بختمة كاملة، حيث كل شهر نختم القرآن في هذا المسجد بالذات. هذا من الناس يشع الناس على الناس، والناس تجي بطبيعة يحب يقرأ ويتعلم بطبيعة، يسهل الكلام ونختم بطبيعة. تسهيل خصوصا في صلاة التراويح، سواء كان يحافظ أو غير حافظ شوية أو يا قاري، كتبت مصحف كل صفحة بركعة، خاص بصلاة التراويح. تسهيل سواء واحد حافظ أو غير حافظ، يعني يعرف يقرأ بطبيعة. تسهيل كذا. فهمت؟ فقرة الأولاني عام من رمضان. بعض الأخوة متخيل المرحوم محمد الدبيبي شجعني بطبيعة، قال لي مش ممكن تكتب لنا معنا مصحف هذا يسهل لنا القراءة بطبيعة، باش تكون حافظ كذا على كل هذا كيف مكتوب يسهل حتى الإنسان حافظ، يسهل له معناه ما يقولش يسأل الآية اللي جاية وحتى بعض الآيات تلقى متشابهة في صورة أخرى، بحيث كيف يقرأ براحة معناه. وكم سنة الحق رجعني وجايب لي الأوراق بطبيعة، وتوكلت على الله وعملت تخطيط في راسي كما قلنا، خططت العملية والكتابة واعرة على كتابته. معناها لازم إنسان الثمن لازم يكمل في ورقة كاملة، بحيث إذا كان ما يكملش ما عملش تتغير الورقة. ولهذا لازم ثمة نظام وتخطيط كيف المهندس، هذه هكا وهكا نعمل حساباتي ونقارن بطبيعة بالمصحف. أنا ما جابش تكتب واحدة وما جابش، لابد المصحف معاك باش تعرف قداش موزون، خاش من سطر منهم باش تعرف انت فك الخط هذاك مسطر. ومن غير تسطير ما سطرت عنها طريقة أخرى نمشي فيها الخطوط من غير تسطير. نعم حاجة التالي فيها مسطر ونحطوا الورقة تقع مقابلة بورقة معروفة، شفات ورقة تسمى تسعير معناها رطبة شوية من غير ما تعديش راح هكا. خاطر نكتب فيه بطبيعة حتى بطبيعة كمان